السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. من فيديو لفيديو بتوحشوني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا بينا ندخل على وصفتنا الجميلة دي وأقول لكم ايه القمر وايه الحلاوة وايه اللي انتي عاملاه ده يا عبير. ايه الجمال ده؟ الجمال ده هتشوفوه في وصفة بسيطة جدا جدا، مفيهاش اي تكلفة خالص ولا الهوى. يعني من 10 جنيه هتعملي الحلوى الجميلة دي، ومن 5 جنيه هتعملي الحلوى الحلوة دي. لو عندك شوية لبن متوفرين أو كوباية لبن مع فطيرة واحدة هتعملي أحلى حلوى. يلا بينا ندخل على الوصفة، يلا بينا. ده فطير أفران يا جماعة، ده كان عندي في التلاجة، طلعته كده وقلنا عايزين ناكله ايه، عايزين ناكله حاجة حلوة. نعمل ايه بقى؟ جبنا الفطير ده، فتحته زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده جبت كوبايتين لبن. طالما هعمل فطيرتين قلت ايه ازود اللبن. انا كنت هعمل كوباية واحدة وصدقوني كانت هتبقى كتير برضو. ديت الكوبايتين اللبن ده فضل منهم طبق كده مهلبية حلو، وحطيته في التلاجة اللي ياكلوا يعني وكده. كده انا جبت صينية اهيت معاكم، دهنتها تحت في القاع كده، دهنتها بالسمنة البلدي، وبرضو من فوق دهنتها كده بالسمنة البلدي او بالزبدة او بالمادة الدهنية اللي انت عايزاها. انا عملتها قبل كده ما كنتش دهنتها، بس ما ادتنيش القرمشة الجميلة اللي كانت في دي. كده انت هتصبيها، انت طبعا انتوا شاطرين وشطار وجمال، تعرفوا تعملوا المهلبية لبن ونشا وسكر وفانيليا بس. بس انتي بتقلي القوام بتاعها شوية عن المهلبية العادية. كده هي المهلبية. طبعا انتي بتدخليها بعد كده، بتدخليها الفرن لمدة 10 دقايق. عندك حشو بقى بتحطيه، ما عندكيش عادي اللي موجود عندك ومتاح عندك حطيه. ده كان زبيب وجوز الهند، ده اللي كان متاح عندي. لذيذة جدا وما غابتش ولا خدت منك حتى ثواني. يعني بصوا يعني هي اقل تكلفة واقل مجهود كمان يعني. صدقوني والله ما خدت حتى الوقت ده كله، بس احنا اللي لازم نجيب ال8 دقايق بتاعة الفيديو، فمعلش. جبت صينية تانية عشان اعمل التانية، هعمل واحدة بس طبعا لا، عندي 2 يا جماعة هسيبهم؟ لا طبعا لازم اعملهم، الواحدة ب5 جنيه، يا بلاش. كده اهوت. فضل كمان مهلبية كمان وحطيتها في طبق للي كلها بالهنا والشفا. والله ما تعرفوا قد ايه كانت طعمة ولذيذة جدا جدا. انتي يا عبير شطورة، وانتوا كلكوا شطار. كده دهناها تاني اهوت بالسمنة، يعني دهنة بسيطة كده، دي بتديها سنة قرمشة وفي نفس الوقت بتبقى طرية. يعني في نفس الوقت بتاكليها بتبقى طرية وفيها قرمشة جميلة جدا. ده ايه يا عبير؟ ده عسل، عسل ابيض، عسل من اللي احنا بنجيبوه للاكل ده. لو مش متاح عندك انتي بتعملي، لو عندك سيرم ولا عندك شربات من بتاع الحاجات الحلوة دي اللي احنا بنعملها للحلويات، حطي برضو رشتين كده منه. وده ايه يا عبير؟ ده الفستق الكداب، بس مش بالسوداني. طبعا انا هعمله لكم بس في حلقة تانية ان شاء الله بإذن الله. ماش بالسوداني، مال بايه يا عبير؟ هقول لكم في الحلقة ان شاء الله، في الفيديو القادم. شفتوا؟ جميلة جدا، طالعة مقرمشة، وبصوا جميلة جميلة، بتتكلم عن نفسها، هي بتتكلم عن نفسها، جميلة جدا. اقول لكم الشياكة كمان، هي كانت لذيذة فعلا وكانت في منتهى الجمال. هتاكلي احلى فطير بالمهلبية بالكريمة. بيضحكوا علينا بره وبيحطوا لنا حاجات كده ويقولوا لنا دي فطيرة بالكريمة. شوفوا يا جماعة، والله لو انتوا شارينها من بره هتشتروها مليانة
وضخمة كده زي ما احنا عاملينها كده؟ طبعا لا. كده هيت بتقطعها دي بعد ما دخلت التلاجة لمدة ساعتين كده. وعلى فكرة لو انت سبتيها اكتر من كده كمان بتبقى احلى، لان احنا لما كلناها بعد كده لما قعدت في التلاجة اكتر من ساعتين كانت بقت متماسكة وفي نفس الوقت مقرمشة لغاية اخر فيها حاجة، كانت مقرمشة يعني هي لينة فيها سنة قرمشة حلو. ايه يا عبير، ايه الحلاوة دي؟ شفتوا الحاجات القمر الجميلة دي؟ ليه ما نعملش حاجتنا في بيتنا طالما موجودة وبأقل تكلفة؟ والله لو اشتريتيها من برا ما هتشتريها ضخمة كده ومش هتشتريها بتبقى مليانة كده بالحشو. كده هي بعد ما خلصت وقطعتها معاكم وطلعت من التلاجة. اتفضلوا بقى معانا. بألف هنا وشفا للي كلها، وبألف هنا وشفا للي يعملها. بقول لكم قد ايه كانت جميلة فعلا بجد، والله كانت حلوة جدا لذيذة جدا. يا ريتكم تجربوها والله بأقل التكلفة، يعني كلها على بعضها في فطيرة ما خدتش 10 جنيه. 10 جنيه يا جماعة، ما يعني اكنها جنيه دلوقتي او مش حاجة خالص، ما بتجيبش حاجة، ما بتجيبش كيلو طماطم. احنا ليه ما نعملش حاجتنا ببيتنا طالما نقدر نعملها واحنا شطار، كلنا شطار. صدقوني كانت طعمة جدا. شوفوا وهي بتتكلم عن نفسها اصلا. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وميرسي ليكم وميرسي على ذوقكم وكل اللي بيشاهدني وكل اللي داخل جديد وكل اللي معايا من زمان. كلكم على راسي، كلكم من فوق. وميرسي ليكم قوي قوي لتقديركم ليا وكلامكم الحلو. وبقول لكم ما تنسونوش في دعوة حلوة، يا ريت كده دعوة حلوة منكم. وبقول لكم مع السلامة وباي باي، في فيديو قادم ان شاء الله باذن الله. عامله لكم حاجات جميله جدا هتعجبكم ان شاء الله. باي باي، مع السلامه.